السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي طلاب أولى إعدادي، يا رب تكونوا بصحة وبخير. النهاردة يا شباب بإذن الله هنبدأ نحل مع بعض كده أسئلة كتاب الامتحان على الدرس التاني. أول سؤال بيقول لك جدول رتبت فيه العناصر تصاعديا حسب الكتلة الذرية. طبعا دوت الجدول الدوري لمين؟ لمندليف. تمام، طالما كتلتها الذرية. طب أول جدول دوري حقيقي لتصنيف العناصر برضو نفس الإجابة، يبقى الجدول الدوري إيه؟ لمندليف، كان هو أول جدول حقيقي لتصنيف العناصر. السؤال اللي بعده التالت بيقول لك جدول رتبت فيه العناصر تصاعديا حسب عددها الذري. طالما عددها الذري يبقى ده كده الجدول الدوري لمين؟ لموزلي. السؤال اللي بعده جدول رتبت فيه العناصر تصاعديا حسب عددها الذري وطريقة ملء مستويات الطاقة الفرعية، يبقى ده كده الجدول الدوري ايه؟ الجدول الدوري الحديث. السؤال اللي بعده بيقول لك الصفوف الأفقية في الجدول. الصفوف احنا سميناها دورات، طالما صف يبقى دورات اللي هو بالعرض كده. الأعمدة الرئيسية سميناها مجموعات، طالما بالطول يبقى مجموعات. فلزات تقع أقصى يسار الجدول اسمها أقلاء. أقصى يسار في واحد إيه؟ أقلاء. عناصر المجموعة 7 إيه؟ هالو جينات. 7 إيه؟ يبقى هالوجينات. الفئة التي تنتمي إليها الهالوجينات. الهالوجينات في الفئة بي، يبقى له الإجابة فئة بي. عناصر ينتهي توزيعها الإلكتروني بخمسة أو ستة أو سبعة. طالما العنصر وزعته لقيت خمسة أو ستة أو سبعة يبقى لا فلزات. طب لو واحد واثنين وتلاتة يبقى فلزات. عناصر تقع في الفئة بي ولا يمكن التعرف عليها من عدد الإلكترونات. عناصر ما بنبقاش عارفين هي فلز ولا لا فلز من العدد من الإلكترونات الأخيرة، فبنسميها أشباه الفلزات. السؤال اللي بعده الكترونات مستوى الطاقة الأخير. الإلكترونات اللي في مستوى الطاقة الأخير اسمها إلكترونات التكافؤ. التمثيل النقطي لإلكترونات التكافؤ ده اسمه نموذج أو تركيب لويس النقطي. نموذج لويس النقطي أو تركيب لويس إيه؟ النقطي. طيب عدد الإلكترونات المفردة في تركيب لويس. لما نعمل تركيب لويس ونلاقي عدد الإلكترونات المفردة دي بتعرفني مين؟ التكافؤ. التكافؤ هو عدد الالكترونات المفرده في تركيب لويس ايه للعنصر. السؤال اللي بعده اكتب الاسم الدال على كل عباره. عالم رتب العناصر تصاعديا حسب الكتله الذريه، يبقى العالم اسمه مندليف. طيب نكمل يا شباب. اكتب الاسم الدال على كل عباره. عالم رتب العناصر، خلاص دي حليناها مندليف. اتكررت تاني نقولها تاني ماشي. عالم اكتشف ان النواه فيها بروتونات موجبه، يبقى ده اسمه بور. لا سوري، طالما بروتونات اكتشف ان النواه تحتوي على بروتونات موجبه يبقى ده رذر فورد. لكن لو قال لي مستويات الطاقه يبقى بور. عالم اضاف المجموعه الصفريه موزلي. الفلز السائل الوحيد في الجدول زئبق. فلز سائل زئبق. لكن لو لا فلز سائل يبقى بروم. لا فلز سائل اهو يبقى بروم. عنصر يقع بين الليثيوم والبوتاسيوم. تعالى بص كده، لو جيت تبص على الاقلاء هتلاقي ليثيوم تحتيها ان ايه صوديوم، تحتيها كي بوتاسيوم، يبقى اللي بينهم مين؟ ان ايه. يبقى العنصر اللي بيقع بين الليثيوم والبوتاسيوم في الاقلاء ده الصوديوم ان ايه. شبه الفلز الوحيد في الدوره الثالثه. لو جيت تبص على الجدول الدوري، بص كده يا صديقي على الجدول الدوري هتلاقي الدورة التالتة فيها اللا فلز الوحيد هو مين؟ الاس اي اللي هو السيليكون دوت. تمام، يبقى بيقول لك شبه الفلز الوحيد في الدورة يبقى السيليكون. السيليكون اللي هو ايه؟ اس اي. عنصر تتوزع الكتروناته في ثلاث مستويات طاقة والمستوى الأخير مكتمل. عنصر عنده ثلاث مستويات والأخير مكتمل 8، هنا 8 هنا 2 يبقى 18، يبقى ده الأرجون. يبقى العنصر دوت اسمه أرجون. فلز من الأقلاء يقع في الدورة 2. فلز تبع الأقلاء يقع في الدورة التانية. أنا قلت أهو، بص الدورة الأولى كان فيه هيدروجين ودوت مش تبع الدورة الأولى هيدروجين وده مش أقلاء، يبقى مين العنصر اللي من الأقلاء اللي في الدورة التانية؟ ليثيوم ال اي. طيب عالم اقترح طريقة مبسطة لتمثيل عدد الإلكترونات، يبقى ده العالم لويس وعمل نموذج لويس. الغاز الخامل الذي يتضمن تركيب لويس له 2 إلكترون مفرد، الهيليوم. ليه بقى الهيليوم؟ لأن الهيليوم اتش اي 2، فلما تيجي تعمل لويس هتعمل نقطة هنا ونقطة هنا، يبقى الغاز الخامل الوحيد اللي هتلاقي عنده نقطتين لوحديهم هو مين؟ هو الهيليوم. أصغر فلزات الأقلاء من حيث نص القطر. أصغر واحد من حيث نص القطر يعني أصغر واحد من حيث الحجم يبقى أول واحد فوق، لأن كل ما بنزل الحجم بيزيد. يبقى اختار ال اي اللي هو الليثيوم اول واحد في الاقلاء، لان الهيدروجين ما يعتبرش تبعهم، يبقى الليثيوم. اكتر عناصر المجموعه نشاطا في الهالوجينات، لو جيت تركز كده تلاقي الاف فلور تحتها كلور تحتها بروم تحتها يود.
كل ما بتنزل النشاط بيقل، يبقى معنى كده ان انشط واحد هو اللي فوق، يبقى اكتر عنصر نشاطا هيبقى مين؟ الفلور اف. تمام. طيب السؤال اللي بعده، محاولات العلماء. ماشي، اختر في جدول موزلي كل عنصر يزيد عن اللي قبله بمقدار واحد صحيح. واحد ايه؟ واحد الكترون او واحد بروتون، يبقى نختار بروتون. تقع مجموعة الأقلاء الأرضية. الأقلاء هي تاني واحدة على اليمين، يبقى تقع على يمين الجدول. عدد عناصر الفئة B في كل دورة من دورات الجدول الدوري يساوي كام باستثناء الأولى؟ يعني الفئة B الأولى فيها عنصر واحد، بعد كده هتلاقي فيها دايما ستة. الفئة B فيها ست مجموعات. رقم أربعة، الفئة مين اللي فيها كل العناصر؟ طبعا اس كلها فلزات ما عدا الهيدروجين، الدي كلها فلزات، والاف كلها فلزات، بي فيها كله، فيها فلزات ولا فلزات واشباه فلزات وغازات خامله، وفيها كل اللي قلبك يحبه. السؤال الخامس، تنتمي المجموعه الصفريه للفئه بي. المجموعه الصفريه هي اخر واحده، يبقى الفئه بي. تضم المجموعه الصفريه، هي فيها غازات خامله بس، انا افتكرتها بي. لو قال لي بي يبقى فيها كل دول، يعني جميع ما سبق. لكن لو قال لك مجموعه صفريه يبقى هي فيها غازات الخامله بس، المجموعه الصفريه يبقى غازات خامله بس. من اللافلزات، عايز لا فلز. مغنيسيوم ده فلز، صوديوم فلز، استرانشيوم ما عداش عليا. البروم عارفين ان البروم هو لا فلزات عشان في الهالوجينات، يبقى اختار مين؟ البروم. يعتبر مين هالوجين وصلب؟ بص يا صديقي، الهالوجينات عندك احفظ كده: كلور، بروم، يود. اليود صلب، البروم سائل، الكلور غاز. مين الهالوجين الصلب؟ يبقى الاي اللي هو مين؟ اليود. السؤال اللي بعده، الشكل المقابل يوضح مقطع من الجدول الدوري ايا مما ياتي يعد صحيحا. بص كده، الاي ال فلز الاس اي السيليكون لا فلز، لا السيليكون اشباه فلزات. تمام. طيب البي لا فلز، الفوسفور لا فلز الكي ار الكريبتون دوت هنا الكي ار اللي هو الكريبتون شبه فلز، لا الكريبتون ده مش شبه فلز. طب الجي ايه؟ طيب الجي ايه ده يا شباب اللي هو الجاليوم دوت فلز، والجي اي اللي هو الجرمانيوم دوت عباره عن ايه؟ عن اشباه فلزات، فيبقى الاجابه ج هي الصح. السؤال اللي بعده، تضم الدوره اربعه عناصر من الفئات. الدوره الرابعه هيبقى فيها مين؟ هيبقى فيها اس وبي ودي، يبقى نختار اس وبي بس. لا هي فيها دي كمان، يبقى اس وبي ودي، الاجابه هي دي. ماشي. طيب الجدول الدوري والتوزيع الالكتروني للعناصر وخواصها. تعرف عناصر الفئه دي. عناصر الفئه دي قلنا سميناها عناصر انتقاليه. السؤال اللي بعده، العنصر الذي يحتوي مستوى الطاقة ام في ذراته على 2 يقع فيه. طب المستوى ام فيه 2، تعال نوزع كده كي ال ام. كي ال ام، ام فيها 2 يبقى هنا 8، يبقى هنا 2، يبقى العنصر دوت عدده الذري 12. هو عايز ايه بقى؟ بيقول لك يقع في الدورة الثانية، لا هو عنده 3 يبقى الدورة الثالثة، يبقى يقع في الدورة 3. والاخير فيه 2 يبقى المجموعة 2 ايه، يبقى الاجابة ب. اي ازواج العناصر الاتيه تقع في نفس الدوره. نفس الدوره يعني عندها نفس المستويات. تعال نوزع ان ايه 10 2 8 مستويين، ان ايه 11 2 8 1 3 مستويات، يبقى دي ما تنفعش. سي ال 17 2 8 7، ان ايه 11 2 8 1، يبقى دي 3 مستويات ودي 3 مستويات، يعني دي الدوره الثالثه ودي الدوره الثالثه، يبقى دي تنفع. دي ما تنفعش عشان دي عنده مستويين وده مستوى، دي مستويين ودي ثلاثه، يبقى ما ينفعش، يبقى الوحيده اللي تنفع هي ب. رقم سؤال يا شباب 14 بيقول لك العدد الذري للغاز الخامل الذي يقع في الدورة الثانية. الدورة الثانية يعني عندي مستوى وعندي 2 وغاز خامل يعني الأخير مليان، والأولاني فيه 2 يبقى 2 و8 يبقى كام؟ 10، يبقى العدد الذري المفروض يبقى 10. يبقى العدد الذري للغاز الخامل اللي في الدورة الثانية هيكون كام؟ 10، الإجابة ج. رقم 15، عنصر من الأقلاء يقع في الدورة الثانية. ثواني كده، الدورة الثانية يعني عندي مستوى وعندي 2 وأقلاء يعني الأخير فيه 1، يبقى الأولاني فيه 2 يبقى العدد الذري ب3. شوف هو عايز إيه. عنصر من الأقلاء يقع في الدورة الثانية فإن عدده الذري يساوي كام؟ هختار د 3. إذا كان مستوى الطاقة الأخير لذرة عنصر من الهالوجينات هو المستوى ال، يعني في كي أولاني وفي ال التاني، يعني هو عنده مستويين وهالوجين يعني الأخير فيه 7، يبقى الأولاني فيه 2، يبقى لو جمعناهم يطلع 9. فهو عايز بقى إذا كان مستوى الطاقة الأخير لذرة عنصر من الهالوجينات هو ال، فإن العدد الذري هيكون كام؟ 9. عنصر يقع في الدورة الثالثة، تعال نحلها هنا. الدورة الثالثة يعني عنده مستوى، عنده 2، عنده 3، والمجموعة 3 يعني الأخير فيه 3، وعدد النيوترونات في النواة 14. طبعا هنا 3 يبقى هنا 8 يبقى هنا 2، يبقى عنده 13 بروتون، 13 بروتون موجب. وهو بيقول لك النيوترونات 14، يبقى المتعادله النيوترونات المتعادله بكام؟ ب 14. العدد الكتلي هو الN زائد البي، وهي دي بي. N زائد بي 14 و13 يطلع 27. يتضمن تركيب لويس الكترونين مفردين في انهي واحده من دول؟ انهي واحده من دول لو عملتهم يطلع فيه الكترونين مفردين؟ تعال نعملها. السي 6
وزع الستة، الستة توزع 2 4، يبقى السي هيبقى حواليها 4 لان انا بشوف الالكترونات الاخيره دي عندها 4 مفردين ما تنفعش، هو عايز الكترونين مفردين. ان 7 وزع السبعه في دماغك هتقول لي 2 5، يبقى الان حواليها 5، ادي نقطه 2 3 4 5. في كام الكترون مفرد؟ 1 2 3، يبقى دي ما تنفعش برضه. البي 15 وزعها كده 2 8 5، يبقى الاخير في كام؟ في 5، برضه ما تنفعش. اس 16 وزع الاس 16 كده، هتقول لي ال 16 2 8 6، يبقى الاخير في 6، حط الاس، حط حواليها 6 نقط، ادي نقطة 2 3 4 5 6. في كام الكترون مفرد؟ ادي واحد مفرد ودي واحد مفرد، يبقى فعلا دي فيها 2 مفرد، يبقى ده اللي هي اللي هتنفع. السؤال اللي بعده، اي ازواج العناصر التاليه احادي التكافؤ؟ مين في دول احادي التكافؤ؟ ببساطه يا صديقي هتعمل نموذج لويس، يا اما الاخير يبقى فيه واحد او سبعة، يعني الاخير لو فيه واحد يبقى التكافؤ احادي، الاخير لو فيه سبعة يبقى التكافؤ برضه احادي. يبقى لو قالك انا عايز عنصر تكافؤ احادي، شوف يا اخره واحد يا اخره ايه؟ سبعة. تعال نبص الان 11 وزعه، ان 11 هتقول لي 2 8 1، اخره واحد ينفع. طب وجنبيها اف 9، تعال نوزع اف 9، 2 7 تنفع، يبقى هو ده الصح. لان لو اخره واحد واخره 7 يبقى ده احادي وده احادي، ده احادي عشان عايز يخسر واحد، وده احادي عشان عايز يكسب الواحد دوت. السؤال اللي بعده رقم 21، تكافؤ اليود. مش اليود ده هالوجين؟ والهالوجين اخره 7، يعني هو احادي، يبقى الهالوجينات احاديه. تكافؤ الارجون، الارجون غاز خامل والغازات الخامله تكافؤها صفر. عايز اقول لك معلومه، انا عندي 6 غازات خامله كلهم تكافؤهم صفر، هيليوم، ارجون، نيون، كريبتون، زينون، رادون، الحاجات دي كلها دي اسمها غازات خامله. طيب رقم 24، لا 23، العناصر الاربعه الاولى في المجموعه 4 ايه؟ المجموعه اللي اسمها 4 ايه؟ هيكون ليهم نفس عناصر المجموعه الواحده، ليهم نفس الكترونات مستويي الطاقه الاول والاخير. عناصر المجموعه ليهم نفس الالكترونات الاخيره وكده كده نفس المستوى الاول. طيب 24، اصغر العناصر التاليه من حيث نص القطر. اصغر عنصر في الحجم في دولت، طبعا دول كلهم في نفس المجموعه، بص هتلاقي فيه الاف، فلور، بعد كده كلور، بعد كده بروم، بعد كده يود، واحنا قلنا اتفقنا كل ما بنزل حجمه بيزيد، يبقى اصغر حجم هو اللي فوق يبقى الاف. السؤال اللي بعده يا صديقي، اكبر عناصر المجموعه الرئيسيه الواحده في نص القطر هو العنصر الذي، اكبر عنصر في نص القطر هو اللي تحت خالص، اللي عنده اكبر عدد ذري، هيبقى عنده اعلى حجم. يبقى نختار ايه؟ اقل عدد نيوترونات؟ لا. اقل بروتونات؟ لا. اقل نيوكليونات؟ لا. اكبر عدد الكترونات، لان اكبر الكترونات يعني اكبر بروتونات، لان احنا اتفقنا البروتونات قد الالكترونات. رقم 26، ما التغير الحادث في فلزات الاقلاء كل ما يزيد العدد الذري؟ تعال افكرك، كل ما لو انا عندي مجموعه اقلاء، كل ما بنزل لتحت كان الحجم ونص القطر بيزيد، تمام. تاني حاجة درجة انصهارها كانت بتقل. طب تعال نبص، تتغير حالتها الفيزيائية؟ لا، كلها صلبة. تنخفض درجة انصهارها؟ صح، كل ما بنزل لتحت الانصهار يقل. يقل نص قطرها؟ لا بيزيد. تزيد درجة غليانها؟ لا بتقل. يبقى الإجابة هي ايه؟ ب. أي مما يلي يعبر عن العنصر اكس تحت 3 وفوق 7. اكس تحت 3 وفوق 7 ده معناه ان هو فيه 3 بروتونات، وفيه 3 الكترونات، وفيه كام نيوترون فوق ناقص تحت؟ 7 ناقص 3 يبقى 4، 4 نيوترون. فبيقول لك ده معناه ان تحتوي النواة على 4 بروتونات؟ لا 3 بس، يبقى دي غلط. عنصر غازي في درجة حرارة الغرفة، العنصر ده هيبقى عنصر غازي؟ لا. ليه بقى؟ عشان لما توزع التلاتة يبقى 2 1، والواحد فلزات والفلزات صلبة، يبقى مش هينفع، دي غلط. يقع في المجموعة 3 ايه؟ لما تيجي توزعها تلاقي الأخير واحد، يبقى يقع في المجموعة 1 ايه؟ يقع في الدورة التانية لأن التلاتة توزع 2 1، عندي كام مستوى؟ مستويين، يبقى في الدورة 2. المجموعة الرئيسية في الجدول الدوري الحديث التي تضم أنشط الفلزات، احفظ معايا أنشط الفلزات في الأقلاء، يبقى الإجابة إيه؟ ب. العنصر الهالوجيني الأكثر نشاطا، الهالوجين الأكثر نشاط هو اللي فوق، يبقى اف. أفكرك الهالوجينات تاني، فلور، كلور، بروم، يود. أنشط واحد هو اللي فوق، لأن كل ما بنزل النشاط بيقل، يبقى اختار مين؟ اف 9، يبقى الإجابة 9، العدد ذري 9 اللي هو الاف اللي هو اللي فوق، لأن كل ما بنزل العدد يزيد والنشاط كان بيقل. السؤال اللي بعده، اختر من العمودين بي ما يناسب العمود وهكذا. طيب اس، الفئة اس كانت تقع في يسار الجدول. يسار الجدول دوت كان فيها مين بقى؟ وتضم مجموعتين رئيسيتين، يبقى الإجابة يبقى 1 مع 2 مع 4. هنعملها كده، 1 تاخد 2 تاخد 4.
خلينا نكتب الانجليش ماشي. طيب السؤال اللي بعده، تاني سؤال، البي، الفئة بي موجودة فين؟ على اليمين. والفئة بي دي فيها عناصر انتقالية، ولا المجموعة الصفرية هي آخر مجموعاتها، ولا تتكون من 3 أعمدة؟ طبعا بي فيها 6 أعمدة فدي ما تنفعش، دي غلط. يمين الجدول دي يبقى هي فيها المجموعة الصفرية، يبقى 2 مع 4 مع 2، يبقى 2 تتوصل ب4 تتوصل ب2، ده توصيل كده ثلاثي. طب الدي كانت في منتصف الجدول، يبقى 3 مع 1، والدي فيها عناصر انتقالية، يبقى 3 مع 1 مع 1، يبقى 3 هنوصلها بواحد، هنوصلها بايه؟ بواحد. تمام، ده كده الجدول اللي فوق الاولاني. الجدول اللي تحتيه ان 7، وزع معايا كده يا صديقي السبعة. 2 5. الام جي 12 هيبقى 2 8 2. ال اي 3 هيبقى 2 1. الاف 9 نوزعها هنا هيبقى 2 7. بيقول لك بقى ايه؟ ان 7 فتوزعت 2 5، يبقى هي في الدورة 2 والمجموعة 5 ايه، يبقى يقع في الدورة، يبقى اهي ال N7 في الدورة 2 وفي 5 ايه. تمام. طيب هل دي بقى من الهالوجينات؟ لا، الهالوجينات اخرها 7. تكافؤ ثلاثي؟ ليه تكافؤ ثلاثي؟ عشان محتاج 3 والمستوى الاخير يتملي، يبقى نوصله مع مين؟ مع 2. وكمان تكافؤ ثلاثي عشان لو وزعتها بنموذج لويس، لما توزع الخمسة تحط 5 نقط، نقطة 2 3 4 5، هتلاقي في 3 لوحدهم، وبالتالي تكافؤ ايه؟ ثلاثي. يبقى 1 مع 4 مع 2، يبقى هنا ديت 1 مع 4 مع 2. تمام. طيب اللي بعديها الام جي 12 وزعناه 2 8 2، يعني هو في الدورة 3 والمجموعة 2 ايه، يبقى 2 مع 2 هتوصل مع بعض. ده معناه ان هو هالوجينات؟ لا، ده معناه اقلاء ارضيه، اللي اخرها 2 اقلاء ارضيه، يبقى 2 مع 2 مع 3، 2 تتوصل ب2 تتوصل بايه؟ ب3. تعال نكمل هنا. ال اي 3 وزعناه 2 1، يعني هو في الدوره 2 المجموعه 1، يبقى 3 مع 3. ودي معناه ان هو هالوجينات؟ لا، معناه ان هو اقل الاقلاء نشاطا، لان كل ما بنزل لتحت الاقلاء بتنشط اكتر، يبقى 3 مع 3 مع 4. اللي بعده الاف 9 2 7، يبقى هو في الدوره 2 المجموعه 7 ايه، يبقى اف 4 تتوصل ب5، وده معناه ان هو اخره 7، يبقى ده هالوجينات، يبقى 4 مع 5 مع 1. طيب نكمل يا شباب معانا كده، اكمل. السؤال بيقول لك رتبت عناصر في جدول مندليف حسب كتلتها الذريه، بينما في الجدول لموزلي حسب عددها الذري. في الجدول الحديث تم تصنيف العناصر تبعا للتدرج التصاعدي في الجدول الحديث، طبعا في ايه؟ عددها الذري وطريقة ملء مستويات الايه؟ الطاقة. يعتبر نوع هالوجين سائل وحيد، يبقى بروم. البروم هو اللافلز الهالوجين السائل الوحيد، بينما مين ومين هالوجين غاز؟ كلور غاز وفلور غاز. عدد عناصر الغازات الخاملة، في 6 غازات خاملة، والغازات اللافلزية أقل بواحد، 5. تبدأ كل دورة بعنصر فلز، كل دورة بتبدأ بعنصر إيه؟ فلز، ما عدا الدورة الأولى اللي بتبدأ هيدروجين، وده عنصر لا فلز. طيب تنتمي عناصر الأقلاء للفئة، الأقلاء في الفئة اس، بينما الهالوجينات في الفئة بي. يطلق على عناصر واحد ايه؟ أقلاء، بينما 7 ايه؟ هالوجينات. ينتمي عنصر البوتاسيوم إلى المجموعة 1A، لأن البوتاسيوم أقلاء، بينما الفلور ينتمي إلى مجموعة، ممكن نقول له مجموعة الأقلاء اللي هي 1A، بينما الفلور مجموعة الهالوجينات اللي رقمها 7A. المجموعة 1A جميع عناصرها من 1A كلها فلزات أو أقلاء باستثناء الهيدرو، بينما المجموعة 7A جميع عناصرها من اللا فلزات. تقع عناصر الانتقالية في الفئة الانتقالية في الفئة دي، بينما الغازات الخاملة في الفئة B. يبدأ ظهور العناصر الانتقالية أو الفلزات الانتقالية من الدورة الرابعة، بتبدأ من الصف الرابع. تقع عناصر الفئة F أسفل الجدول، بينما الفئة دي منتصف الايه؟ الجدول. نكمل يا شباب. في الجدول الدوري يدل رقم مين على عدد الالكترونات مستوى الطاقة الأخير؟ يبقى رقم المجموعة. المجموعة بتعرفني الأخير فيه كام، يعني لما أقول لك مثلا المجموعة 3A يبقى الأخير كان فيه 3، بينما
يدل رقم مين على عدد مستويات الطاقه؟ يبقى دي الدوره. الدوره هي بتعرفني في كام مستوى، مستوى 2 3. العنصرين ام جي 12 وسي اي 20 يقعان في نفس ايه بقى؟ ام جي 12 لو وزعتها يبقى 2 8 2، والسي اي 20 2 8 8 2. تعالى نعملها عشان ما تلخبطش. ام جي 12 وزع 2 8 2. طيب السي اي 20 2 8 8 2. بص بقى، الاتنين في نفس الايه، مش ده اخره 2 وده اخره 2، يبقى في نفس المجموعة، لان المجموعة شبه بعض في الاخير. مجموعة. بينما بي اي 4، تعال نوزعه هنا، 4 يبقى 2 2، وسي 6 6 يبقى 2 4. في نفس مش ده عنده مستويين وده عنده مستويين، يبقى في نفس الدورة. يتضمن نموذج لويس لذرة الفلور على نقط الكترون مفرد. تعال نعملها اف 9، وزع الاف 9 كده، هتقول لي 2 7، يبقى الاف حواليها 7 الكترونات. تعال نعمل اف ونعمل حواليها 7 نقط، ادي نقطة 2 3 4 5 6 7. يبقى يتضمن الفلور على كام الكترون مفرد؟ هو واحد بس، على واحد الكترون مفرد، لذلك يكون تكافؤه احادي، ولو كان في 2 يبقى ثنائي، 3 ثلاثي، 4 رباعي. تكافؤ عناصر مجموعة الأقلاء أحادي عشان الأقلاء فيها إلكترون لوحده، بينما الأقلاء الأرضية تكافؤها ثنائي عشان فيها 2 لوحده. العنصر الذي يقع في الدورة 2 والمجموعة 2 إيه يكون عدده؟ تعالى نعملها. عنصر في الدورة 2 يبقى عنده دورتين مستويين يعني، والمجموعة 2 إيه يبقى الأخير فيه 2، يبقى هنا فيه 2، يبقى عدده ذرة 4، وساعتها الفئة تبقى اس لأن آخره 2. الشكل المقابل يمثل مقطع من الجدول. بص دي حتة من الجدول أهي برموز افتراضية، يعني الرموز دي مش بجد. يقع العنصر ال، بص كده على الواي 11، يعني توزيعه 2 8 1. يبقى عرفت ان دي في الدوره الثالثه لان عنده 3 مستويات، يبقى الدوره الثالثه. طب والمجموعه مش الاخير واحد، يبقى المجموعه اسمها 1 ايه، ماشي. طيب يقع العنصر ال، تعال بص ال كده في الدوره الكام، مش دي الثالثه، يبقى ال في الرابعه لان دي الدوره الرابعه، يبقى ال في الدوره 4. المجموعه بتاعته لو دي 1 ايه يبقى دي اسمها 2 ايه. العنصر دي، بص على دي كده، من العناصر وينتمي للفئه مين. العنصر دي دوت في نص الجدول، يبقى من العناصر الانتقالية، والعناصر الانتقالية في الفئة مين؟ دي. بزيادة العدد الذري لعناصر المجموعة 7 A، كل ما بنزل في 7 A نص القطر يزداد، ودرجة الانصهار والغليان برضو ايه؟ بتزداد، لأن دي من الخواص اللي شرحناها في الدرس. ارجع لشرح الدرس لو ناسي، برضو الحاجات دي أنا شرحتها في الحصة، هتلاقي الفيديو قبل دوت. طيب كمل العبارات الآتية بما يناسبها من أسماء العلماء، هيجيب لك اختيارات فوق وممكن تستخدم الاسم أكتر من مرة. اكتشف العالم مين أن دورية خواص العناصر ترتبط بإيه وليس إيه؟ بص يا عم، هو في عالم اولاني اسمه مندليف رتب العناصر حسب الكتله الذريه، وبعد كده جه عالم موزلي وبعد كده اكتشف ان خواص العناصر ترتبط بالعدد الذري وليس الكتله الذريه. يبقى اكتشف العالم الثاني اللي هو موزلي ان خواص العناصر ترتبط بالعدد الذري وليس الكتله الذريه. تمام تمام. السؤال اللي بعده، اضاف العالم مين المجموعه الصفريه؟ برضو موزلي هو اللي اضاف المجموعه الصفريه التي تضم الغازات الخاملة إلى جدول، ضافها للجدول بتاع مين؟ مندليف. طيب اكتشف العالم مين أن النواة تحتوي على إيه؟ اللي اكتشف العالم اللي اكتشف إن النواة فيها حاجة أصلا كان مين؟ رازر فورد. اكتشف أن النواة تحتوي على بروتونات موجبة. بروتونات موجبة. تمام؟ طيب أكمل العبارات باستخدام أكبر يساوي أقل، وممكن تستخدمها أكتر من مرة. عدد الغازات الخاملة أكتر من عدد الغازات اللافلزية عشان الغازات الخاملة 6 واللافلزية 5، يبقى هنا اكبر منه. تعال نعملها علامه وخلاص، اكبر او اصغر او يساوي. عدد عناصر الدوره 4، الدوره الرابعه فيها 18 عنصر لان فيها 2 اس 6 بي و10 من الدي. عدد عناصر يبقى اكبر برضو، ليه؟ لان الدوره الرابعه فيها 18 عنصر، التالتة هيكون فيها 8. عدد الكترونات مستوى الطاقه الاخير في ذرات الفلزات، عدد الالكترونات مستوى الطاقة الاخير في ذرات الفلزات هيكون نقط عددها في المستوى اللافلزات، لا اللافلزات اكتر لان الفلزات اخرها 1 2 3، لكن اللافلزات 5 و6 وايه و7. عدد الكترونات التكافؤ حول رمز الفلور في نموذج لويس، نقط تكافؤ الفلور. في كام الكترون تكافؤ حوالين الرمز الفلور؟ في 7 الكترونات تكافؤ، فدوت هيكون اكبر من تكافؤ الفلور اللي هو احادي. تكافؤ عناصر المجموعة 7 ايه تكافؤها احادي،
هيكون اقل من، يعني رقم المجموعه هو الاكبر، لان رقم المجموعه 7 ايه، لكن التكافؤ هيكون ايه، احادي. تمام تمام. السؤال اللي بعده برضو نفس الكلام، اكبر ولا اصغر ولا يساوي. تكافؤ عناصر المجموعه 7 ايه. اه ما هو نفس السؤال اللي انا حليته خلاص. يبقى تكافؤ عناصر المجموعه 7 ايه، طبعا تكافؤها احادي واحد، ورقم المجموعه 7 يبقى ده اكبر. درجه غليان البروم نقط درجه غليان الكلور. تعالى واحده واحده كده بالراحه. احنا اتفقنا الهالوجينات عندي فلور، كلور، بروم، ويود. كل ما بنزل في الهالوجينات الحجم كان بيزيد، والغليان بيزيد، والانصهار بيزيد. معنى كده ان اللي تحت غليانه اكتر. طب مين اللي تحت؟ البروم، صح؟ يبقى البروم غليانه اكتر من الكلور، يبقى اكبر منه. يبقى البروم اكبر من الكلور. النشاط الكيميائي للعناصر الاقلاء بيكون اقل من النشاط الكيميائي للاقلاء. يبقى النشاط الاقلاء الارضيه اضعف من الاقلاء، يبقى النشاط بتاع الاقلاء اكبر. اكمل الفراغات بقى. بص يا صديقي، جايب لك عنصر عدد ذري توزيعه، العنصر توزيعه 2 8 6. يبقى العنصر ده لو جمعت الثلاثه دول تديني عدد ذري 16، يبقى العدد هنا 16، يبقى العدد ذري 16. طب هنا السي تحتها 20، يبقى العدد الذري 20. طب وزعه 2 8 8 2. رقم الدورة أنا هنا عندي 1 2 3 4، يبقى هنا هو حلها لي 4. طب هنا عندي 3، مستوى 2 3، يبقى الدورة 3. طب رقم المجموعة الأخير في كام؟ 6، يبقى المجموعة 6 إيه. طب هنا الأخير في كام؟ 2، يبقى المجموعة 2 إيه. طب 2 إيه في الفئة اس، 6 إيه في الفئة بي. طيب حلينا دوت. اللي بعده عنصر واي في الدورة 1 والمجموعة 1 إيه. أهو واي دوت في الدورة 1 يبقى عنده مستوى 1 والمجموعة 1 إيه، يعني الأخير فيه 1. فده العدد الذري 1، ما هو خلاص ما عندوش غير الكترون. والفئة 1 ايه يبقى في الفئة اس. تركيب لويس ان الواي هيبقى فوقها نقطة واحدة بس كده. الكيو لما يكون عدد الذري 12، تقول لي يا مستر 12 يبقى 2 8 2، يبقى الدورة 3، يبقى العنصر ده في الدورة 3، والمجموعة الأخير فيه 2 يبقى 2 ايه. طب الفئة 2 ايه، يعني الفئة اس، أي حاجة آخرها 2 يبقى الفئة اس. تركيب لويس هنكتب الكيو، تركيب لويس حوالي 2، أدي نقطة أدي 2، يبقى ده تركيب لويس. تعملها هنا كيو في فوق نقطة وعلى اليمين نقطة بس كده يا صديقي. السؤال اللي بعده، الجدول اللي بعده بيقول لك بي 15، عايزين نوزعها. سهلة، 2 8 5. تركيب لويس هي مش البي، تركيب لويس يعني خد الرمز وشوف الأخير، الأخير 5 يبقى حط 5 نقط، نقطة 2 3 4 5. يبقى تركيب لويس ان البي حواليها 5، 1 2 3 4 5. التكافؤ ثلاثي صح عشان عنده الكترون اهو لوحده، والكترون لوحده، والكترون لوحده. نوع العنصر لو الاخير 5 يبقى لا فلز. اللي بعده اس اي 14، هو حلها لي شبه فلز. طيب ال 14 تتوزع 2 8 4. تركيب لويس هيبقى الاس اي حواليها 4، يبقى في، تعالى نعملها هنا عشان مكان. تركيب لويس حوالي 4، يبقى ادي الكترون ادي 2 ادي 3 ادي 4، يبقى ده تركيب لويس. تكافؤ ايه؟ رباعي عشان حوالي 4 لوحديهم. مين العنصر اللي 2 8 3 2 8 3 13؟ يبقى الالومنيوم 13، وهو كاتب لك اصلا ايه ال وحواليه 3 لان الاخير فيه 3 فحطهم، يبقى التكافؤ ثلاثي. نوعه ايه؟ اي حاجه اخرها 3 او 2 او 1 يبقى نوعها فلز. تمام يا صديقي؟ تمام. صح وغلط. اضاف مندليف لجدوله المجموعه الصفريه؟ لا. ده مين؟ ده موزلي اللي اضاف المجموعه الصفريه. يتكون الجدول الدوري من 9 دورات و13 مجموعه؟ لا، 7 دورات و18 مجموعه. يتفق الارجون والهيليوم في كونهما غازات نشطه؟ لا، دي غازات خامله ما بتتفاعلش. يحتوي الجدول الدوري على 11 عنصر في الحاله يحتوي الجدول على 11 عنصر في الحاله الغازيه؟ صح. في 6 خاملين وفي 5 غازات لا فلزيه، يبقى صح. يتكون الفئه بي في الجدول الدوري من 5 مجموعات؟ لا يا برنس، 6 مجموعات. تحتوي الفئه دي على معظم انواع العناصر؟ لا، دي فيها فلزات بس. الفئه بي هي اللي فيها كل العناصر. يمكن تحديد موقع العنصر بمعلومات العدد الكتلي؟ لا، العدد الذري. عناصر الدوره الواحده متشابهه في الخواص؟ لا، عناصر المجموعه الواحده هي المتشابهه في الخواص. السؤال اللي بعده، عنصر يقع في الدورة 1 والمجموعة الصفرية بيكون عدد ذري 1. تعالى نعملها. يقع في الدورة 1 يعني عنده مستوى 1، المجموعة الصفرية يعني الأخير مليان، يبقى عدد ذري 1 لا، عدد ذري هيكون 2. العنصر الذي يقع في الدورة الثانية والمجموعة 16، 16 يعني 6 ايه، ماشي، يكون عنصر فلزي تكافؤه ثنائي؟ لا، ما هو 16 يعني آخره 6، يبقى لا فلزي، يبقى كل حاجة صح بس هو عنصر لا
فلز دي. العناصر x4 y12 z20 تقع في دورة واحدة وثلاث مجموعات متتالية. تعالى بالراحة. x4 يبقى توزيعه 2 2، y12 يبقى 2 8 2، z20 يبقى 2 8 8 2. يبقى الاثنين دول كلهم في نفس المجموعة عشان اخرهم 2، التلاتة في نفس المجموعة. هو اللي في دورة واحدة يبقى غلط يا برنس. يقع في مجموعة واحدة، يبقى مجموعة واحدة وثلاث دورات، لأن ده ثلاث دورات متتالية، دي الدورة التانية دي الدورة التالتة دي الدورة الرابعة، وثلاث دورات، يبقى هو عكسهم، يبقى السؤال غلط. السؤال اللي بعده بقى، تكافؤ عناصر المجموعة 4 A يساوي رقم المجموعة، يعني حواليها 4 إلكترونات، يبقى تكافؤها رباعي صح، يبقى الإجابة دي صح. ليه بقى؟ 4 A ده يعني الأخير فيه 4، فأنت لما تيجي تعمل نموذج لويس وليكن العنصر اكس هيبقى حواليه 4، يبقى ده تكافؤ رباعي، ده الكلام ده صح. رقم 13، عناصر الأقلاء والهالوجينات كلاهما أحادي التكافؤ صح. يزيد نص قطر الذري في المجموعة بزيادة العدد الذري صح، كل ما بنزل نص القطر بيزيد. الكلور عنصر غازي درجة غليانه أقل من 25 أكيد. ليه بقى؟ لأن الكلور غاز، يبقى ده معناه إن غليانه أقل من 25، ده صح. صاب معتقد رتبة العناصر في جدول دوري المندليف حسب كتلتها الذرية. اكتشف مندليف أن خواص العناصر تتكرر مع بداية كل دورة. معظم عناصر الجدول الدوري، معظم العناصر بتكون ايه؟ صلبة، لأن معظمها فلزات. ينتهي التوزيع الإلكتروني للأقلاء باتنين إلكترون، بينما الهالوجينات 7 إلكترون. يبدأ ظهور مين من الدورة الرابعة؟ العناصر الانتقالية أو الفلزات الانتقالية اللي هي بتاعت الفئة دي. كل عناصر الفئة F فلزات، بينما أشباه الفلزات في الفئة B. العنصر اللي عدده الذري 18 يقع في الدورة 18 وزعه 2 8 8 يبقى في الدورة 3، والمجموعة 18 أو صفر، صفرية يعني. يتضمن تركيب لويس لذرة البريليوم بي اي 4. بي اي 4 وزعه يبقى 2 2، يبقى الأخير فيه 2، يبقى فيه 4 إلكترونات مفردة، لا 2 بس. تكافؤ الهالوجينات أحادي عشان عايز تكسب واحد، نكتبه بالعربي أحادي ماشي. درجة انصهار الليثيوم نقط درجة انصهار الصوديوم. احنا اتفقنا الأقلاء في ليثيوم صوديوم بوتاسيوم، كل لما بنزل درجة الانصهار كانت بيحصل لها ايه؟ بتقل. فمعنى كده ان انصهار الليثيوم اعلى، اكبر من الصوديوم. هو هكتب اكبر من، بس هو كاتب من درجة انصهار الصوديوم. طيب اذكر الرقم الدال. عدد عناصر الجدول الدوري اللي نعرفه كلها 118 عنصر. عدد دورات الجدول 7 دورات. عدد المجموعات 18 مجموعة. عدد الفئات 4 فئات S و B و D و F. عدد مجموعات S في مجموعتين 1A و 2A. عدد مجموعات B في 6 3A 4A 5A 6A 7A والمجموعة الصفرية. عدد مستويات الطاقة المشغولة بالإلكترونات في ذرة الكالسيوم C20. وزع يا باشا. 20 يبقى 2 8 8 2. في كام مستوى؟ 1 2 3 4، يبقى في 4 مستويات. عدد إلكترونات مستوى الطاقة الأخير للنيون. النيون 10، يبقى الأخير فيه كام؟ 8. ايه التمانية دي؟ كده بالظبط ماشي. السؤال اللي بعده دي عدد الالكترونات المفردة في تركيب لويس لذرة الارجون 18. وزع ال 18 2 8 8. اكتب الارجون لويس عايز كام؟ 8 1 2 3 4 5 6 7 8. في اي الكترون مفرد؟ دي زوج ودي زوج ودي زوج ودي زوج. في اي الكترون مفرد؟ لا، يبقى صفر، مفيش، زيرو. تكافؤ الغازات الخاملة برضو زيرو، مفيش أي إلكترون مفرد. عدد إلكترونات التكافؤ في ذرة الفوسفور ب 15. إلكترونات التكافؤ يعني الأخير في كام؟ 2 8 ل 15 يعني 2 8 5، يبقى إلكترونات التكافؤ 5. حدد موضع العناصر الآتية في الجدول الدوري مع تحديد تكافؤ كل منهما. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال ده ياخد مساحة. بص، أول حاجة يا عم حدد موضع العناصر الآتية. ال N7 ركز معايا كده، أنا هوزع بسرعة. N7 يبقى 2 5، يبقى كده عنده كام أهو؟ تعال نشرحها هنا. 2 5 تمام، يبقى دورة 2 والمجموعة 5A. لا تعال نحلها هنا بقى عشان الموضوع يبقى واضح. S16 عايزين نحلها. S16 هيبقى توزع 2 8 6، يبقى دورة
3 والمجموعة الأخير 6 يبقى 6 ايه. ماشي. طيب اف 9 نعملها هنا 2 7 طبعا كي ال، أنا بسرع عشان الفيديو ما يطولش. دورة 2 المجموعة 7 ايه. طيب كي 19 2 8 8 1 يبقى الدورة 4. عندي 4 مستويات. المجموعة 1 ايه. طيب اتش اي 2 هتتوزع 2 يبقى دورة 1 مجموعة صفرية أو 18. ليه صفرية أو 18؟ عشان الأخير مليان. بي 15 تعالى نقول بي 15 يتوزع 2 8 5 يبقى دورة 3 مجموعة 5 ايه. طيب اس اي اس اي اللي هو السيليكون 14 يتوزع 2 8 4 يبقى دورة 4 مجموعة 4 ايه. معلش انا اسف، 2 8 4 يبقى الدورة 3. عندي 3 مستويات بس والمجموعة 4 ايه. طيب ما العدد الذري لكل من العناصر الآتية؟ بسم الله ركز معايا. عنصر يقع في الدورة 2 يعني عنده مستويين، ادي مستوى ادي التاني، والمجموعة 6 ايه الاخير فيه 6 يبقى هنا 2 يبقى العدد الذري كله كان 8 لما نجمعهم يبقى 8. عنصر يقع في الدورة الثالثة 1 2 3 مجموعة صفرية الاخير مليان 8 وهنا 8 وهنا 2 يبقى كله على بعضه 18. عنصر يقع في الدورة الأولى يعني في مستوى واحد بس والمجموعة الصفرية يعني واحد مليان يبقى العدد الذري باتنين. عنصر يقع في الدورة 3 يبقى عنده مستوى 2 3 والمجموعة 4 يبقى هنا 4 يبقى هنا 8 يبقى هنا 2 يبقى يتجمع 14. عنصر يقع في نهاية الدورة التانية، نهاية الدورة التانية يعني مليان على آخره يبقى 2 8 يبقى العدد هيبقى 10. عنصر يقع في بداية الدورة الرابعة يعني عنده دورة أولى مليانة ودورة تانية مليانة ودورة تالتة مليانة ودورة رابعة فيها واحد بس يبقى 2 8 8 1 يبقى يطلع 19. عنصر فلزي أحادي التكافؤ يقع في الدورة الرابعة. طيب بص يا عم، الدورة الرابعة يعني عنده مستوى 2 3 4 أحادي التكافؤ يعني الأخير فيه واحد يبقى هنا 8 يبقى هنا 8 يبقى هنا 2 يبقى 19. عنصر لا فلزي ثلاثي التكافؤ، لا فلزي ثلاثي يعني اخره 5 في الدورة التالتة يعني عنده 3 مستويات يبقى هيبقى عدده كام؟ 15. عنصر يقع في الدورة 3 يبقى دي مستوى ادي 2 ادي 3 في اول مجموعات الفئة بي. هو اول واحدة في بي هي التلاتة بي، التلاتة تلاتة ايه يبقى الاخير في 3. هنا 8 هنا 2 يبقى العدد 13 اللي هو الالومنيوم. عنصر يقع في الدورة الرابعة يبقى عندي مستوى 2 3 4 اقلاء ارضية يعني الاخير في 2 8 8 2 يبقى العدد هيبقى كام؟ 20. طيب كده حللنا الصفحة دي، نخش على اللي بعده. علل. أول سؤال بيقول لك علل تعددت محاولات العلماء لتصنيف العناصر. قلنا لسببين: لتسهيل دراستها وإيجاد العلاقة بين خواص أو خواص العناصر. تاني سؤال: ليه أعاد موزلي ترتيب العناصر في جدوله حسب العدد الذري؟ هقول لأنه اكتشف أن دورية خواص العناصر، خواص العناصر كانت بتعتمد على العدد الذري وليس الكتلة الايه؟ الذرية. يعني مندليف كان فاكر كتلة ذرية لكن هو اكتشف ان هو عدد ايه؟ ذري. رقم 3: الصوديوم ان ايه من الاقلاء؟ هقول لان المستوى الاخير به الكترون مفرد. لو جيت توزعه هتلاقي 2 8 1 يعني الاخير فيه الكترون مفرد يبقى اقلاء. رقم 4: يصعب التعرف على اشباه الفلزات من توزيعها الالكتروني. هقول لانه يختلف توزيعها الالكتروني. توزيعها الالكتروني بيختلف فصعب ان انا احفظها، متغير يعني. السؤال اللي بعده رقم 5: يقع عنصر البوتاسيوم في الدورة 4 والمجموعة 1 ايه. يا عم سهلة، وزع 2 8 8 1 مش ده البوتاسيوم 19؟ ليه في الدورة الرابعة؟ هقول لأن لديه 4 مستويات وإلكترونات التكافؤ يعني الإلكترونات الأخيرة تساوي 1. لو الأخير فيه 1 يبقى 1 ايه، ولو عنده 4 مستويات يبقى الدورة الرابعة. السؤال السادس:
يقع كل من اي ال 13 وسي ال 17 في نفس الدوره. هقول لان كلاهما، لو جيت توزع تلاقي ده عنده 3 مستويات وده عنده 3 مستويات، لان كلاهما به 3 مستويات ايه؟ طاقه. سؤال 7. يقع عنصر الهيليوم اتش اي في المجموعه الصفريه. هقول لان المستوى الاخير مكتمل. لو الاخير مليان يبقى مجموعه صفريه. الاخير اصلا الاولاني، والاولاني بيتملي من 2، ولا يقع في 2 ايه؟ اقول لان المستوى الاخير ايه؟ مكتمل ب 2 الكترون. طب ازاي يا مستر؟ عشان ال اتش اي 2 لو وزعته هتلاقي الاولاني هو الاخير هو الاثنين. رقم 8. عناصر المجموعه الواحده متشابهه في الخواص. هقول لان لديها نفس الكترونات او نفس عدد الكترونات المستوى الاخير. طيب 9. علل ليه تكافؤ البروم بي 9 والنيتروجين ان 7 ثلاثي. تعالى نوزعها كده بنموذج لويس. البرون البي 5 هيتوزع 2 2 3. لو عملناها بنموذج لويس هيبقى حوالي 3 نقط، يبقى تكافؤ ثلاثي صح؟ والنيتروجين ان 7 وزعوا 2 5 يبقى الاخير في 5. 1 2 3 4 5. في كام الكترون حر هنا؟ 3. وفي كام الكترون حر هنا؟ 3. يبقى ليه ده ثلاثي وده ثلاثي؟ اقول لان كلاهما به 3 الكترونات حرة في نموذج ايه؟ لويس. رقم 10. الهالوجينات لا فلزات احادية التكافؤ لانها تكتسب الكترون واحد. هي احادية لانها تكتسب الكترون واحد، ويوجد الكترون حر مفرد في نموذج لويس. يعني لو جيت تعملها بنموذج لويس هتلاقي عندها الكترون مفرد واحد بس، فهي احادية برضو. رقم 11. ليه تكافؤ الغازات الخاملة يساوي صفر؟ هقول لأن المستوى الأخير مكتمل، ولأنه لا يوجد، ده سبب تاني برضو، وأنه لا يوجد إلكترونات مفردة في نموذج مين؟ لويس. أنا عارف الخط مش أحسن حاجة بس عشان بنكتب بسرعة وكمل أسئلة كبير. طيب سؤال 12. لا يمكن أن يكتشف العلماء عنصر جديدا بين اس 16 والكلور 17. منطقي، لأن في الدورة في جدول في جدول موزلي كل عنصر بيزيد عن اللي قبله بمقدار واحد. أقول لأن كل عنصر في الجدول يزيد عن الذي يسبقه بمقدار واحد صحيح. السؤال 13. ليه البوتاسيوم عنصر صلب في درجة حرارة الغرفة؟ هقول لأن درجة، نحلها بقى جنبيها هنا عشان مكان. أكيد عشان هو ليه صلب؟ عشان درجة انصهاره أكيد أعلى من درجة حرارة الغرفة. وتاني سبب لأنه فلز، الفلزات بتكون صلبة. 14. ليه الكلور عنصر غازي في درجة حرارة الغرفة؟ أقول أكيد لأن درجة، طالما هو بقى غاز يبقى لأن الغليان بتاعه أقل من الغرفة، لأن درجة غليانه أقل من حرارة الغرفة، فطبعا غلي وبقى غاز. درجة غليان الفلور أقل من درجة غليان الكلور. هقول لأنه، لو أنت فاكر تعالى نحلها هنا عشان مكان بقى. في الهالوجينات كل ما بنزل لتحت درجة الغليان بتزيد. هقول لأنه كلما زاد العدد الذري، يعني كل ما منزل لتحت تزيد درجة الغليان، وساعتها الكلور هيبقى أكبر إيه؟ هتبقى كده الكلور هيبقى أكبر من الفلور، فالفلور هيبقى أقل من الكلور. رقم 16. درجة انصهار الليثيوم أكبر من درجة انصهار الصوديوم. نفس الكلام، هقول لأنه كلما زاد العدد الذري إيه اللي هيحصل؟ درجة الانصهار، بس درجة الانصهار هنا بتقل. لو انت فاكر هتلاقي ان الليثيوم هو اللي فوق والكي هو اللي تحت، فكل لما بنزل درجة الانصهار بيحصل لها ايه؟ بتقل. وبرده الصوديوم، هو عايز الليثيوم والصوديوم فكل لما بنزل درجة الانصهار بيحصل لها ايه؟ بتقل، فالليثيوم بيبقى اكبر من الصوديوم، يبقى ال هيبقى اكبر من ال ايه؟ 17. تفاعل البوتاسيوم مع الماء اكثر من تفاعل الصوديوم معه. واقول ان البوتاسيوم انشط من الصوديوم. طيب كده احنا حلينا ايه يا شباب على السؤال اللي بعده. ما المقصود بكل من
فلزات الاقلاء هي فلزات، هقولها بقى بالبق مش هنكتب. فلزات الاقلاء هي فلزات احاديه التكافؤ تقع على يسار الجدول في الفئه اس. فلزات الاقلاء الارضيه هي فلزات ثنائيه التكافؤ تقع في المجموعه 2A وهي اقل نشاطا من الاقلاء. الهالوجينات هي لا فلزات تقع في المجموعه 7A وهي انشط اللا فلزات. الغازات الخامله هي عناصر يكون مستوى الطاقه الاخير مكتمل بالالكترونات وتقع في الفئه B والمجموعة الصفرية. أشباه الفلزات هي عناصر تجمع بين خواص الفلزات وخواص اللافلزات. الفلزات هي عناصر ينتهي توزيعها الإلكتروني بواحد أو اتنين أو تلاتة. طب اللافلزات عناصر ينتهي توزيعها الإلكتروني بخمسة أو ستة أو سبعة. إلكترونات التكافؤ هي الإلكترونات في مستوى الطاقة الأخير عند توزيع العنصر. تمام، ده المقصود بكل منه. ما النتائج المترتبة على عناصر المجموعة الواحدة؟ هيحصل بالنسبة لعدد مستويات الطاقة. عناصر المجموعة الواحدة، يعني تعالى اقول لك مثال مثلا عشان تفهم ان 11 المجموعة بتاعته فيها كي 19 وفوق قبليهم في ال اي 3، دول كلهم نفس المجموعة. لو انت لاحظت هتلاقي نفس الالكترونات هي الاخيرة، يعني ده اخره واحد وده اخره واحد وده اخره واحد، يعني وزع التلاتة 2 1، ال 11 2 8 1، ال 19 2 8 8 1. بس بالنسبة لعدد المستويات ده عنده مستويين، وده عنده تلاتة وده عنده أربعة. بمعنى كده ايه اللي هيحصل؟ عناصر المجموعة الواحدة بالنسبة لعدد مستويات الطاقة هقول له تزداد بزيادة العدد الذري. عناصر المجموعة الواحدة بالنسبة لنص القطر برضو تزداد بزيادة العدد الذري، يعني كل ما انزل لتحت العدد بيزيد. عناصر الأقلاء بالنسبة للانصهار والغليان كل ما بنزل لتحت الحجم بيزيد والانصهار والغليان تقل بزيادة العدد الذري. عناصر الهيدروجينات بالنسبة للانصهار والغليان بتزيد بزيادة العدد الذري. عناصر الأقلاء بالنسبة للنشاط كل ما بنزل لتحت يزيد النشاط. عناصر المجموعة 7A بالنسبة لكل ما انزل لتحت يقل النشاط. استخرج الكلمة الغير مناسبة واربط باقي الكلمات. زئبق، مغنيسيوم، كالسيوم، بوتاسيوم. ده فلز وده فلز وده فلز وده فلز، كلهم فلزات، بس الفرق ان الزئبق سايل والباقي كله صلب. يبقى دي عناصر، دي فلزات صلبة، يبقى انا ربطت بينهم ان هي فلزات صلبة، ودي الكلمة الغريبة. هيدروجين غاز، كلور غاز، نيتروجين غاز، بروم سائل. ايه هو ده الفرق فعلا؟ يبقى البروم ده سائل والباقي كلها غازات. الباقي اس بي او دي اف، اس وبي ودي واف دي الفئات بتاعت الجدول، يبقى او هي الغريبة ودي فئات الجدول. مجموعة 2A 3A 4A 5A. طيب يا شباب، المجموعة 2A 3A 4A 5A، بص المجموعة 2A دي تاني واحدة فيها فلزات بس، تمام. مجموعة 3A فيها فلزات وأشباه فلزات، و4A فيها أشباه فلزات، و5A فيها أشباه فلزات، يبقى كلهم فيهم أشباه فلزات ما عدا المجموعة 2A، يبقى دي الغريبة والباقيين كلها هقول له مجموعات بها أشباه فلزات. طيب الكلور، اليود، الكبريت، الفلور. الكلور هالوجينات، اليود هالوجينات، الفلور هالوجينات، يبقى الكبريت هي الغريبة والباقي كلها هالوجينات في 7A. كريبتون خامل، زينون خامل، نيتروجين نشط، رادون خامل، يبقى كل دي غازات خاملة ما عدا النيتروجين، يبقى دي اللي بيربط ما بينها ان هي غازات ايه؟ خاملة. سيليكون، برون، انتيمون، سيزيوم. طب السيليكون اشباه فلزات، برون اشباه فلزات، انتيمون اشباه فلزات، السيزيوم دوت اقلاء، يبقى السيزيوم هو الغريب والباقيين كلهم اشباه فلزات. طيب يا شباب نخش على رقم 8. ام جي 12 دوت عنده 3 مستويات، يبقى الدوره الثالثه، وده 3 مستويات وده 3 مستويات وده 3 مستويات، لان ده 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5، يبقى هم كلهم شبه بعض في المستويات. انا عايز حاجه غريبه. بص يا عم، دوت 13 يبقى في الفئه بي، 14 في الفئه بي، 15 في الفئه بي، 12 في الفئه اس، يبقى ده في الفئه اس وكلهم عناصر فئه بي. الثلاثه دول في الفئه بي. طب هنا ان 11 اقلاء، ال اي 3 اقلاء، اقلاء ارضيه اقلاء، يبقى دي الغريبه والباقيين كلهم اقلاء، عشان دي اخرها واحد دي اخرها واحد دي اخر واحد، لكن دي اخرها اتنين. سؤال عاشر. اف 9 سي 6 بي 5 اي ال 13. واحده واحده كده. بص الخمسه تتوزع 2 3 والسته 2 4 والتسعه 2 7، دي في الدوره الثانيه ودي في الدوره الثانيه ودي في الدوره الثانيه، لكن ده في الدوره الثالثه، يبقى ده الغريب ودي كلها عناصر دوره 2. تمام يا شباب؟ طيب بيقول لك بقى السؤال اللي بعده، رتب عنصر انتقالي
شبه فلز، عنصر خامل، فلز قوي، لا فلز، من اليمين لليسار. وانا ماشي باليمين كده اول حاجه بتقابلني فلز قوي، يبقى ده رقم واحد. رقم اتنين بعديها هيقابلني عنصر انتقالي. بعد كده يبدأ الفلزية تقل فيبدأ يظهر شبه فلز تلاتة، وبعد كده يبقى لا فلز، وبعد كده آخر حاجة خامل. تصاعديا، تصاعديا من الصغير لا ثواني معلش انا اسف، هو بيقول لك رتب من اليمين لليسار. اهي دي بقى مشكله، انا الترتيب اللي انا عملته ده كنت ماشي من اليسار، يعني انا كنت ماشي كده، فقابلني اول حاجه فلز وهكذا. هو بقى بيقول لك رتب الرخم دوت بيلخبطك ويقول لك رتب من اليمين لليسار، ساعتها الترتيب يختلف. ساعتها يبقى اول حاجه هتقابلك وانت ماشي من اليمين، تعالى هرتبها لك هنا، اول حاجه هتقابلك الخامل، انت ماشي من اليمين ماشي كده. بعديه بعد الخامل هيقابلك مين؟ اللافلز. بعد كده يقابلك شبه فلز. طب بعد ما يقابلني شبه فلز هتلاقي فيه العنصر الانتقالي، بعد كده هتلاقي الفلز. يبقى خلي بالك الترتيب ده كده من اليمين، لكن اللي انا عملته في الاول ده من اليسار، يبقى لازم تركز، هو بيقول لك من اليمين لليسار، يبقى لازم تقرا السؤال الاول. السؤال اللي بعده O8 C6 HE2 B5 رتبهم حسب عدد الكترونات التكافؤ تصاعديا من الصغير للكبير. ال HE الكترونات التكافؤ الاخير فيه 2، ده الاخير فيه 3، ده الاخير فيه 4، ده الاخير فيه 6، يبقى تصاعديا نبدا بمين؟ انا كده هحل السؤال التاني هنا. هنبدا باول حاجه، اقل حاجه ال اتش اي 2، تمام، ده اقل واحد. الاكبر منه شويه ان الاخير يبقى فيه 3 بي 5. طب الاكبر منه شويه سي 6. الاكبر خالص او كام؟ او 8. السؤال التالت تصاعديا حسب التكافؤ. طيب واحده واحده بقى عشان السؤال ده مهم قوي. الاف 9 اخره 7 يبقى تكافؤ احادي، لان السبعه عايز يكسب واحد، تكافؤ احادي عنده الكترون واحد بس. ايه اللي اخره 3 يبقى تكافؤ ثلاثي. اي ار 18 تكافؤ صفر ما فيهوش خامل. سي ايه تكافؤ ثنائي، يبقى تصاعديا حسب التكافؤ. مين تكافؤ صفر؟ اي ار، يبقى اول حاجه اي ار تكافؤ صفر. اللي اكبر منه شويه الاف 9 عشان تكافؤ احادي عايز يكسب واحد. طب الاكبر منه شويه التكافؤ الثنائي سي اي 20. طب الاكبر منهم خالص ال اي ال 13 تكافؤ ايه؟ ثلاثي. رقم 4 تصاعديا بالنسبة لدرجة الغليان. دي عناصر كلها. طيب يا شباب السؤال الرابع بيقول لك رتب تصاعديا حسب درجة الغليان. عايزين اقل غليان. اقل غليان يعني المادة تبقى غاز. مين في دول غاز؟ نيتروجين غاز، بروم سائل، ليثيوم صلب، كي صلب. يبقى اقل واحد غليان كان الان. الاكبر منه اللي هو السائل اللي هو البي ار. طيب الاكبر منهم بقى يبقى الليثيوم والكي. طب مين عنده غليان اكبر؟ احنا اتفقنا كل ما بنزل غليان بيقل، يبقى معنى كده ان الكي غليانه اقل من ايه؟ من ال اي. وهو ده الترتيب رقم 4. طيب تعال نحل هنا رقم 5. بيقول لك ايه؟ تصاعديا حسب الحجم. بص يا عم دي الاقلاء، فكل ما بنزل الحجم كان بيزيد. تصاعديا يبدا من الصغير، يبقى ال اي هو اصغر حجم. بعد ال اي الان ايه؟ بعديها الكي. بعد كده اكبر واحد في الحجم هو ايه؟ السي اس اللي هو السيزيوم، وده اعلى نشاط. ده اجابه رقم 5. رقم 6 عايزين نرتب تصاعديا من الصغير للكبير حسب النشاط. احنا اتفقنا كل ما بنزل في الهالوجينات، الهالوجينات دي كان عندي اف فلور كلور بروم يود، كل ما بنزل النشاط بيقل، يبقى اقوى واحد في النشاط هو الاف. وعايز من التصاعديا من الصغير، يبقى اقل نشاط هو الاي. اكبر منه شويه البي ار. اكبر منه شويه سي ال. اكبر واحد في النشاط هو مين؟ هو الاف. تمام تمام. طيب قارن بين دي، هنقولها بالبق عشان المكان. الجدول الدوري لمندليف والجدول الدوري لموزلي والجدول الدوري الحديث من حيث كيف تم تصنيف العناصر، يعني الاساس العلمي. في جدول مندليف تم ترتيب العناصر تصاعديا حسب كتلتها الذريه. في موزلي تصاعديا حسب عددها الذري. الجدول الحديث تصاعديا حسب العدد الذري وطريقه ملء مستويات الطاقه. الفئه اس والفئه بي من حيث الموقع، اس على اليسار بي على اليمين. عدد المجموعات اس مجموعتين بي 6. انواع العناصر اس فيها فلزات ما عدا الهيدروجين، وبي فيها فلزات ولا فلزات واشباه فلزات وغازات خامله فيها كله. رقم 3 مجموعة الأقلاء ومجموعة الهالوجينات من حيث رقم المجموعة. الأقلاء 1A، الهالوجينات 7A. الفئة التي تنتمي ليها الأقلاء في الفئة S، الهالوجينات في الفئة B. عدد إلكترونات مستوى الطاقة الأخير، الأقلاء آخرها 1، الهالوجينات آخرها 7. أمثلة العناصر أقلاء صوديوم بوتاسيوم سيزيوم، هالوجينات كلور فلور بروم يود. المجموعة 2A والمجموعة 0 بالجدول من حيث اسم المجموعة. 2A اسمها أقلاء أرضية، لكن 0 اسمها مجموعة الغازات الخاملة، المجموعة الصفرية.
الفئة اللي بتنتمي ليها المجموعة صفر بتنتمي للفئة بي، لكن 2A بتنتمي للفئة اس. عدد الإلكترونات مستوى الطاقة الأخير، المجموعة صفر المستوى الأخير فيه 8 ما عدا الهيليوم فيه 2، لكن المجموعة 2A المستوى الأخير فيه 2. أمثلة 2A يعني المغنيسيوم Mg، لكن المجموعة الصفرية يبقى نيون وأرجون. الزئبق والبروم من حيث الرمز، الزئبق Hg، البروم Br. الحالة الفيزيائية الاتنين سايلين. نوع العنصر الزئبق Hg فلز، البروم لا فلز. الفلزات واللا فلزات من حيث عدد الالكترونات مستوى الطاقة الأخير، الفلزات يا 1 يا 2 يا 3، اللا فلزات 5 6 7. الفئة التي تتضمنها الفلزات في الفئة اس وبي ودي واف، لكن اللا فلزات موجودة في الفئة بي. الحالة الفيزيائية الفلزات بتكون صلبة، اللا فلزات صلبة وسائلة وغازية. الجدول الدوري والتوزيع الالكتروني ماشي. العنصر واي 20 واكس 10، فرق بينهم من حيث التوزيع الالكتروني. يا عم سهله، 20 يبقى 2 8 8 2، وال10 2 8. رقم المجموعه هنا مجموعه 18 او صفر، اللي هي ال 18 المجموعه الصفريه. هنا المجموعه 2 ايه. رقم الدوره ده عنده كام دوره؟ الدوره 4 وده الدوره 2. الفئه اللي بتنتمي ليها 2 ايه في الفئه اس، الصفريه في الفئه بي. خلاص انا قارنت بينهم كده. طيب اخر حاجه واي 17 وواي 19، فرق من حيث الموقع في الجدول. 17 2 8 7، الواي 19 2 8 8 1. يبقى واي اكس ده في الدوره 3 والمجموعه 2 ايه، ده في الدوره 4 والمجموعه 1 ايه. دي 7 معلش اسف، يبقى المجموعه 7 ايه، انا شفتها 2. اسم المجموعه اللي بينتمي اليها دوت هالوجينات، اكس في الهالوجينات، والعنصر واي في الاقلاء عشان اخره واحد. تركيب لويس لو جينا الاكس دوت اخره 7 يبقى تركيب لويس 1 2 3 4 5 6 7، يبقى ده تركيب لويس لاكس. طب الواي عندها الالكترون في الاخير، يبقى عنده نقطة واحدة بس. تكافؤ الواي ده تكافؤ احادي، وده برضو تكافؤ ايه احادي، عشان ده عنده الكترون مفرد واحد وده عنده الكترون مفرد واحد. الفلور والسيزيوم من حيث الموقع في الجدول، الفلور مكانه في الفئة بي، السيزيوم في الفئة اس. النشاط الكيميائي السيزيوم هو انشط الفلزات والفلور هو انشط اللافلزات، بس بشكل عام السيزيوم انشط. ادرس الشكل المقابل ثم اجب. دي حته من الجدول اكس واي زد. الشكل المقابل يمثل مقطع من الجدول الدوري. ما اسماء الفئات دي؟ اكس دي كان اسمها اس، والزد يعني بي، والواي يعني ايه دي الفئات الاصليه، بس هو مغيرهم باكس واي وزد. ما اسماء الفئات المشار اليها؟ قلناها ما عدد مجموعات كل فئه. اس فيها مجموعتين 1A و 2A، البي فيها 6 مجموعات والدي فيها 10 مجموعات. تمام. السؤال اللي بعده، الاشكال التاليه تمثل التوزيع الالكتروني لبعض الذرات. ده توزيعه 2 1، تعال نعمله كده بشكل احسن. 2 1 هو ده، وده توزيعه 2 2 4 6 8 2 8، وده توزيعه 2 3، وده توزيعه 2 2 4 6 7، وده 2 7، وده توزيعه 2 2. اي من هذه الاشكال يمثل ذره شبه فلز، غاز خامل، اقلاء، هالوجين، عنصر يتضمن نموذج لويس له الكترون مفردين. سمي الله وركز معايا. مين في دولت ينفع يكون تعالى نمشي واحده واحده كده. تعالى نقول غاز خامل. غاز خامل يعني الاخير مليان، الاخير مليان يبقى ينفع 2. ماشي. اقلاء، الاقلاء الاخير فيه 1 يبقى ينفع مين؟ 1، لان 1 ده اخره 1 اهو. مين ينفع؟ لا فلز هالوجيني، هالوجيني اخره 7 يبقى 4. عنصر يتضمن نموذج لويس له الكترون مفردين، يبقى ده مين؟ 5. طيب مين في دولت ينفع يبقى شبه فلز؟ يبقى نختار مين؟ 3 هو اللي باقي. السؤال اللي بعده، الشكل المقابل يوضح التوزيع الالكتروني لذرة عنصر اكس. حدد موقع العنصر في الجدول الدوري الحديث. اكس زي ما انت شايف، تعالى نعملها بالشكل اللي احنا عارفينه. 2، التاني 8، التالت في كام؟ 1 2، في 2 بس. يبقى موقعه في الجدول الدورة التانية، دورة 2، الأخير فيه 1 في 2، يبقى المجموعة 1A 2A سوري 2A. الفئة التي ينتمي 2A دي موجودة في الفئة اس. استنتج العدد الذري العنصر واي اللي بيليه في الدورة. ده عدده الذري 12، يبقى اللي بعديه في الدورة 13. طب العنصر اللي بيليه في المجموعة لو هو 12 هنزود 8 يبقى كام؟ 20.
السؤال اللي بعده، الشكل المقابل يمثل جزء من الجدول الدوري الحديث. دي حته من الجدول الدوري الحديث. اوجد العدد الذري للعنصر الذي يسبق واي في نفس الدوره. واي 17 اللي قبليه في الدوره نقلل واحد 16. ارسم نموذج لويس للعنصر زد. هو اصلا واي 17 يبقى زد 18. زد 18 الاخير فيه 8 يبقى ادي النموذج لويس. نكتب الزد وحواليها 8. ده نموذج لويس، مفيش ولا واحده مفرده. تقع هذه العناصر اقصى نقط وهي تتبع الفئه ب. مش دي 7 اي 17 هالوجينات، يبقى العناصر دي اقصى اليمين وهي الفئه ب. السؤال اللي بعده، من تركيب لويس المقابل لذره العنصر اكس يقع في الدوره 3. يبقى اكس ده يقع في الدوره ايه؟ 3. من تركيب لويس عرفنا الكلام ده. فيقول لك حدد نوع العنصر. العنصر ده موجود في الدوره الثالثه وحواليه كام؟ 2 4 6، حواليه 6. يبقى نوعه ايه؟ لو 6 يبقى لافلز. رقم مجموعة العنصر، عايزين نعرف في المجموعة بتاعته. 6 اخره 6 يبقى 6 ايه؟ 6 ايه؟ استنتج تكافؤ العنصر الواي الذي يلي العنصر اكس مباشرة في الجدول في نفس المجموعة. في نفس المجموعة هيبقى اخره برضو كام؟ هيبقى اخره نفس التوزيع، يبقى تكافؤ ثنائي. 2 او ايه؟ او ثنائي. يعني في نفس المجموعة بص في نفس المجموعة الأخيرة هيبقى في نفس الحوار، فيبقى نفس التوزيع. الأشكال التالية تمثل تركيب لويس النقط لبعض العناصر. ادي يا عم 1 2 3 4 5. انسب لكل شكل ما يناسبه مما ياتي مع عدم تكرار الأشكال. مين في دول عنصر تكافؤه 0؟ 4 لأن ما عندوش ولا واحد مفرد. لا فلز أحادي. لا فلز يعني فيه 7 يبقى 5. الشكل 5 ده هو اللي فيه 7. لا فلز ثلاثي التكافؤ. لا فلز ثلاثي يعني فيه 5 عشان عايز يكسب 3. بص كده في 5 اهو 2 اهو ده، وفعلا عنده 3 نقط يبقى ثلاثي، يبقى هو ده اللي ينفع رقم 2. فلز ثلاثي التكافؤ يعني حواليه 3 بس يبقى الإجابة 3. فلز وحيد التكافؤ يعني عنده واحد بس يبقى 1. تمام. السؤال اللي بعده، الشكل المقابل يمثل جزء من الجدول الدوري الحديث. مانع العنصر بي. العنصر بي دوت لا فلز. ما الذي تمثله المنطقة المظللة بالجدول؟ المنطقة المظللة دي اسمها أشباه. الحتة دي ده وده 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 اسمها أشباه فلزات. ما الذي اذكر الحرف الذي يمثل عنصر انتقالي. عنصر انتقالي في نص الجدول يبقى ام. خامل اخر الجدول دي. اكبر عناصر حجما يبقى اخر واحده تحت يبقى اي. في الاقلاء واحد ايه اكبر عنصر ينزل تحت. عناصر تكافؤها ثنائي. يبقى نختار ال والار عشان ده ثنائي، وكمان هنختار البي. ال الار ومين والبي. البي عايز يكسب 2 عشان يكملي يبقى تكافؤ ثنائي. ده عايز يخسر 2 وده عايز يخسر 2 يبقى ثنائي. الشكل المقابل يمثل الدورتين 2 و3، الدورة التانية والدورة التالتة. استنتج اسم كل من العنصرين A و C. ايه هو أول عنصر في الدورة التانية؟ يبقى ده ليثيوم. السي أنا عندي فلور، بعد كده اللي في الدورة التالتة كلور، يبقى السي ده كلور. ما الحالة الفيزيائية لعنصر بي؟ فين العنصر بي ده؟ طيب العنصر بي دوت فلز، يبقى حالته ايه؟ صلبة. استنتج درجة انصهار العنصر زد بالنسبة لحرارة الغرفة هتكون أقل. ليه؟ لأن زد ده غاز خامل في المجموعة 0، والغازات الخاملة طالما بقت غازات يبقى درجة انصهارها أقل من حرارة، وغليانها برضو أقل من حرارة الغرفة. السؤال اللي بعده، الأسئلة طولت، يلا كده نخلص بسم الله. الشكل المقابل يمثل إحدى مجموعات الجدول الدوري الحديث. ما اسم هذه المجموعة؟ مش دي فيها 11 يعني الأخير في واحد يبقى أقلاء. وما تكافؤها أحادي. ما الفئة التي ينتمي إليها المجموعة؟ الفئة دي اسمها الفئة اس. احسب العدد الذري لعنصر زد. ده واي 11 يبقى تحتيها نزود 8 يبقى 19. اذكر الحرف الدال على أعلى هذه العناصر في درجة الغليان. في الأقلاء كل ما بنزل الغليان بيقل يبقى أعلى واحد اكس. أنشط هذه العناصر كل ما انزل النشاط بيزيد يبقى أعلى واحد ام. الشكل المقابل يمثل إحدى دورات الجدول. ما رقم الدورة التي يمثلها الشكل؟ انا عندي هنا رقم 15 يبقى توزع 2 8 5 يبقى الدورة التالتة. ولماذا؟ هقول لأن اي لديه 3 مستويات. ما من هذه الدورة اذكر حرف الدال على عنصر هالوجين. الهالوجين قبل الأخير يبقى واي. غاز خامل يبقى الأخير زد.
انشط عنصر لا فلزي يبقى الواي برضو، لان الواي دوت هالوجين والهالوجين هو اللي فوق. ما الفئه التي ينتمي لها العنصر اكس؟ اكس في انهي فئه؟ راح للناحيه اللي هناك يبقى الفئه بي. ليه؟ لان لو ده 15 يبقى دوت 14 يبقى ده 13 يبقى هما في الفئه بي. ما نوع العنصر دي؟ العنصر دي ده اللي هو ال 14 السيليكون، يبقى اشباه فلزات. طيب السؤال اللي بعده، اذكر اسئله متنوعه، اذكر اهم اعمال مندليف. هنقولها بالبق. مندليف رتب العناصر، عمل الجدول الدوري للمندليف ورتب العناصر تصاعديا حسب كتلتها الذريه. رذرفورد اكتشف ان النواة شحنتها موجبه. موزلي آه عمل الجدول الدوري لموزلي ورتب العناصر تصاعديا حسب عددها الذري. لويس انشأ نموذج لويس لمعرفه تكافؤ العناصر. صنف كل، السؤال الثاني، صنف كل مجموعه من العناصر الى مجموعتين بحيث تضم كل مجموعه عناصر متشابهه في الخواص. متشابهه في الخواص يعني الاخير زي بعضه. اس 16 اخره 6، 12 اخره 2، سي 20 اخره 2، او 8 اخره 6، بي اخره 2. يبقى لو جينا نصنفهم هيبقى بي اي معاها برضو، يعني اول تصنيف بي اي اخرها 2، سي اي اخرها 2، ام جي اخرها 2، بس كده. طب هنا الاس اخرها 6، الاو اخرها 6. طيب نفس الكلام، وعايزين نعرف الفئة. الاتنين دول في الفئة دولت في الفئة اس ودول في الفئة بي. كده احنا حلينا السؤال ده. طب عايزين نحل التاني ده، برضو عايزين نعمل نفس الكلام. التلاتة اخرها 2 1، دي اخرها 1، دي اخرها 1، دي اخرها 1، دي اخرها 7، ودي اخرها 7. يبقى لو عايزين نعمل تصنيف يبقى الايه اخره 1، الدي اخره 1، والاكس اخره 1، ودولت في الفئة اس عشان اخرهم 1. طب الاي اخره 9، اخره 7 قصدي، والسي اخره 7 في الفئة بي. كده احنا حلنا دي. السؤال اللي بعده رقم 3، وضح بالرسم التخطيطي توزيع الالكتروني للعنصر مين؟ للعنصر او 8. ثم توزيع الالكتروني اوزع او 8 وتحت وفوق 16، انا بوزع اللي تحت 8 يبقى 2 6 كي ال. حدد موقع العنصر في الجدول. دورة 2 مجموعة 6 ايه. طيب طلع هو العنصر ده عدده 8 يبقى اللي بعديه في الدورة 9. طب اللي بعديه في المجموعة 8 هنزود عليها 8 يبقى 16. لديك 3 عناصر اكس 17 واي 10 زد 12. حدد نوع وفئة كل منها بالجدول. واحدة واحدة كده، سمي اللي وعايزين نعمل كل واحد. تعالى نحل كل واحدة لوحدها. اكس 17 يبقى 2 8 7. 7 يعني لا فلز، هالوجين يعني، والفئة بتاعته بي. طب الواي 10، وزع يا باشا 2 8 يبقى ده غاز خامل، الغاز الخامل في الفئة بي. طب الزد 12 2 8 2 يبقى دوت اقلاء ارضية عشان اخره 2 وفي الفئة اس. طب عايزين نموذج لويس. تعال نركز كده. اول حاجة الاكس كان اخره 7، يبقى نموذج لويس 1 2 3 4 5 6 7. انا عملت كده عشان المكان، يبقى هو بس عنده واحد حر بس. طيب عايزين نموذج لويس للواي. الواي ده حوالي 8، 1 2 3 4 5 6 7 8. طيب الزد حوالي 2 عشان الاخير فيه 2، يبقى 1 2. تمام تمام. خلاص حلينا دوت وحلينا دوت. اخر بقى حاجه خالص ويبقى كده ايه الحمد لله، ايه خلصنا التدريبات كلها. معلش تعبتكم معايا بس ايه عشان نحل تدريبات الدرس كلها. يا رب بس ايه تكونوا مركزين معايا ولسه معايا لحد دلوقتي. عنصرين اكس وواي من الاقلاء، فاذا علمت ان نص القطر الذري للاكس بيساوي 157 بيكو متر والعنصر واي 191، معنى كده ان الحجم زاد. معنى كده ان الاكس هو اللي فوق والواي هو اللي تحت، لان كل ما بنزل الحجم بيزيد. فيوم اكثر نشاطا لما بنزل وهي اقلاء، فكل ما بنزل النشاط بيزيد، يبقى اكيد الواي اكتر عشان حجمه اكبر. مين اعلى في الانصهار؟ انا كل ما بنزل الانصهار بيقل، يبقى الاعلى هو الاكس. طب اخر سؤال بقى، الجدول المقابل يوضح درجتي انصهار وغليان 4 مواد. حدد الحاله الفيزيائيه لكل ماده. يا رخم ماشي انا موافق. طب تعال نمسك الماده ايه. درجه انصهارها 50، بتسيح عند 50 وبتغلى عند 90. لو انا حطيتها في الاوضه اللي حرارتها 25 هتفضل صلبه، يبقى ايه دي صلبه، لان هي لا هتسيح ولا هتغلي. طب البي انصهارها 20، حطيتها في الأوضة هتسيح، غليانها 120 مش هتغلي، يبقى هتبقى سائلة. طيب السي انصهارها 5، غليانها 70، يبقى تنصهر برضو وتبقى سائلة.
طب دي ان سعرها -5 فتسيح، وغليانها 18 فتغلي وتبقى غاز، يبقى حالة غازية. كده حددنا الحالة في الغرفة، لأن الغرفة 25 يا شباب. طيب حدد المواد التي تكون في الحالة السائلة عند حرارة 85. لو حرارة 85 مين هيبقى سائل؟ طيب تاني حاجة حدد المواد اللي بتكون سائلة في الحرارة. لو الحرارة 85 ديت بتغلي عند 90 يبقى تظل سائلة، يبقى ايه سائلة؟ عشان هتغلي عند 90 والحرارة 85. طيب تعالى هنا، غلينا 120 يبقى دي برضو تظل سائلة، يبقى البي يظل سائلة. طيب دي بتغلي عند 70 والحرارة 85 تغلي، يبقى دي مش معانا. دي بتغلي عند 18 والحرارة 85 يبقى ايه؟ مش معانا. يبقى اللي هيفضلوا سايلين هو الاي والبي. تمام تمام. طب كده يا شباب احنا حلينا تدريبات الدرس التاني كله. اتمنى من الله ان يكون الدرس او الحل مفيد ليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.